موت يا سجن، واحدة من هالتنتين ما في. ويرجع يقول لك الإمارات والإمارات، وإحنا بنينا الإمارات. أنت ابني حالك وخليك خلي اضحك علي، ابني حالك. أنت مش قادر تبني حالك. أنت سكة قطار ما عندك مثل الناس، طيران ما عندك مثل الناس، صرف صحي ما عندك مثل الناس، ماء وكهرباء ما عندك مثل الناس، وتنتقد الإمارات. تعال شوف الإمارات. يجون الجزائريين هنا، والله أنا جزائري هاك اليوم يقول لي أبقى أحرق جوازي الجزائري، تعطوني جواز إماراتي؟ يا أخي كيف أرجع؟ قال ما أقدر أرجع أنا. هو علما أنه عايش، يقول لك أنا ما برجع، أنا بعيش هنا. عايشين 35,000 عندنا هن عايشين، يقول لك يا أخي ما برجع، بعيش هنا. هذه الحياة، في حقوق، في مساواة، ما حد ينظر لي نظرة سلبية. ما في واحد أستاذي نعم. اسمه دقيقة تفاعل. ماذا يعني لكم توحد الرؤى ما بين الرئيس الإيراني والرئيس الجزائري في قضايا المنطقة ومنها قضية الصحراء، خاصة ونحن نعلم أنه علم اليقين أنه إيران هي العدو الأول للعرب وخاصة دول. في مثل مصري يقول لك تلم المتعوس على خايب الرقة. العريان يروح لمين؟ يروح للعريان، كلهم مفلسين. تعرف أنت اليوم في إيران إذا بتاخذ لك كيلو لحمة لا تشتري خشب بيورو، اشتري تومان إيراني يشوي لك كيلو الخشب. اقتصادات متهالكة كلها، متأثرة. وصل إلى 40% نسبة البطالة في إيران. احنا نعرفهم كويس، وجيراننا نعرفهم كويس ونعرف وضعهم. والله يوم يجونك الإمارات ينصدمون، يقولوا لي نحن ليه ما عندنا قيادة تعملنا كذا؟ ليه ما عندنا؟ قلت له والله هاي مصيبتكم انتم. السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد. أسعد الله مساكم وخير كبير. الأخ عبدو، تحية للأخوة المستمعين الأخوة الحضور الكريم. يقول المثل: لا تركب الحمار قبل أن تحمل معك زرواطة غليظة تخبط بها بيات فويمات. ذاك اللي تعرف أنت عبدو، ذاك اللي نبغي نقول. الأخوة الكرام، أعتقد أنه إذا كان المصطلح الذي وصف به الجزائري الإمارات العربية المتحدة أو دول الخليج بصفة عامة على أنها مجرد محطات بترول، فأعتقد أن الجزائر مجرد قنينة غاز بالنسبة لأوروبا وللعالم. أنا أستحي لو كنت جزائريا، وحاشا أن أكون جزائريا، أن أتكلم في الإمارات العربية المتحدة أو دول الخليج وهي مصنفة في مقدمة الدول العربية في مؤشر القوة الناعمة. وأعتقد أن الجزائر لم يسمع يوما بهذا المؤشر، لأن الصحافة الجزائرية لا يمكن أن تحدثه عن هذا الأمر أو أن تأتيه بهذا التصنيف ليعلم حجم بلاده، أي البوطة ديال الغاز المسماة الجزائر، حجمها ومكانتها في العالم. مؤشر القوى الناعمة هو نتاج مجموعة من المؤشرات الفرعية التي توفر يعني مجموع تقييم للحضور الدولي للدولة وسمعتها وتأثيرها في المسرح العالمي. أين هي بوطة الغاز المسماة الجزائر؟ لا وجود لها في هذا المؤشر، لأن الإعلام في الجزائر يبردع المواطن الجزائري ولا يمكن أن يعطيه مثل هذه المؤشرات التي تظهر فعلا مكانة الدول وقيمتها في العالم. يتطاولون على الإمارات وعلى السعودية وعلى دول الخليج وهي أحسن منهم بمئات الآلاف، والمملكة المغربية حاضرة في المرتبة التاسعة بدون غاز ولا بترول ولا أي شيء، فقط بسواعد أبنائها. بينما البوطة الغاز الجزائرية لا نجدها فعلا في هذا المؤشر، غير مصنفة. فالتطاول على دول العربية بهذا المنطق حقيقة يدعو إلى طرح تساؤلات. من أين يأتي الجزائري بكل هذه العنتريات ويحدث المغاربة عن سبتة ومليليا والإماراتيين عن جزرهم، وهو رأس جده رحمة الله عليهم شهداء أبرار ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل تحرير وطن حكمه الحرك الآن. عيب أن تحدث الناس عن الأرض وأنت حتى رفاة الشهداء لم تستعدهم. عيب حقيقة. أنا أستحيي أن أناقش مثل هذه الأمور. المدينة مثلا سبتة ومليليا يعلم الجزائري أنها محمية بحلف الناتو، والحادثة التي تحدث عنها هذا الجزائري سنة 2002 كانت الجزائر تقف مع الإسباني، وبيان وزارة خارجية واضح في موقف مدل رخيص جدا أدانته جامعة الدول العربية وأدانه العالم. وصلنا إلى دقيقة التفاعل. أستاذ تفضل أستاذي.
الأخوة من الجزائر يصفون جنوب إفريقيا بالحليف، وسمعنا تصريح لناصر بوريطاي قذب في هذا الحليف ويصف أنه بتأثيره بالهامشي في ملف أخي الكريم، أنا أستغرب من الذي يطبل لجنوب إفريقيا، وأعتقد أن أول دولة إفريقية اعترفت بالكيان الصهيوني سنة 1948 هي جنوب إفريقيا. جنوب إفريقيا التي لديها سفارة لإسرائيل، معترفة بإسرائيل، مطبعة مع إسرائيل كما يقول الجزائري، ومع ذلك يطبل لها ويزمر فقط لأنها قامت بعنترية فاضية لا تسمن ولا تغني من جوع. لذلك أعتقد أن الجزائري تطبيله لجنوب إفريقيا فقط لأنها تدعم بلاده في قضية جمهورية تندوف، والتي بالمناسبة نبارك العيد 51 على تأسيس جمهورية مخينزو تندوف. السلام عليكم مرة أخرى. يتكلم الجزائري عن الكرامة ويتكلم عن الجزر المحتلة، وهو دولته كاملة محتلة وليست جزر. إلى تاريخ اللحظة هذه باتفاقية إفيان وهم يعيشون تحت الأقدام الفرنسية. شيء مضحك، 38 بند تجعل دولتهم تحت فرنسا بسبب بيعهم للأوهام للجزائريين الذين يصدقون الهتافات وبيع الجزائر رسميا إلى فرنسا. يا رجل، إذا أنت تريد أن تدافع عن دول الخليج وتدعي الحرية يجب أن تكون حرا بنفسك، بقيادتك، بجيشك. ماذا ننتظر من شعب يفتخر بالخيانة؟ ماذا ننتظر من شعب للأسف يتكلم عن الأمير عبد القادر وهو من خان أحمد باي، والمصدر مذكرات أحمد باي في الصفحة رقم 80. لماذا نتكلم مع جزائريين للأسف مغيبين عن الشهداء؟ يدعون من قتل شهداءكم؟ أليس من هم الذين في الصورة؟ بن خروبة وسليمان عثمان الذي من أصول فرنسية وهو يهود الديانة. ألا تستحي عندما تتكلم عن الشهداء؟ للأسف الجزائريين مغيبين إلى تاريخ اللحظة هذه. أليس من باب أولى أيها الجزائري أن تحرر دولتك من الاستعمار، ثم تسأل عن الجزر التي تم استعمارها من إسبانيا أو الجزر التي تم استعمارها من إيران؟ هي قطعة جزر لا تسوى لهذه الدول أي مثقال ذرة، ولكن أنت مستعمر كامل 100%. الجزائر مستعمر من فرنسا. أين الكرامة التي تدعيها أيها الجزائري؟ أليس من باب أولى أنك تذهب إلى نور الدين بوكروح وزير التجارة الجزائري عندما يتكلم في القنوات الجزائرية ويقول بأن الجزائر لا تاريخ لها ولا هوية، ويسرقون التاريخ والهوية المغربية وينسبونها إلى أنفسهم؟ أليس من باب أولى أنك تطمس التاريخ الذي عراكم أمام الملأ؟ أليس من باب أولى أنك تنسف تاريخ بوخروبة الذي نشاهده في الصورة من كتب يوسف خوذة الذي يقلد سليمان عثمان النوط؟ والله إنها مخجل، ومواقفكم مخجلة، وتاريخكم مخجل، وتدعون الشرف وأنتم بلا شرف، وتدعون الكرامة وأنتم بلا كرامة، وتسألون عن قطعة جزر وهي دولة مملكة مغربية لها سيادتها، والإمارات لها سيادتها، ولكن أنتم ليس لكم سيادة، تعيشون تحت العباءة الفرنسية إلى اللحظة هذه. اذهبوا وحرروا دولتكم، بعد ذلك اسألوا عن الجزر. أتوقع أنها دخلنا في الدقيقة الأخيرة. نعم، باش نشرح لك دوري أنا هون اتجاه معاكس. الأخوة من الجزائر يصفون دعم دول الخليج لمغربية الصحراء أنه لا يهمهم وليس له أي تأثير، وأنهم يرونكم محطات للبنزين بالنسبة لدول الغرب لا غير. نختار نسمع ردك. أول مرة في العالم أجد أن دولة عظمى مثل السعودية خضعت أمريكا عندما طلبت برفع إنتاج البترول، ورفضت السعودية في حضور رئيس أمريكا وتم إخفاض البترول. أليس لنا قيادة؟ أليس لنا سيادة؟ لا، نحن من نقود العالم بالفعل وليس بالهتافات والشعارات كما يدعون الجزائريين بأن محطة. نحن من قدنا وأخضعنا أمريكا أمام الملأ والإعلام العربي كله. أليس من باب أولى أني أفتخر بدولتي؟ الآن نعلم من هي الدولة أصحاب الشعارات، ونعلم من هي الدولة التي تفعل ولا تعد. هذه مداخلتي.